ولكن في البداية لي ملاحظة أرجو ألا تغضب شأنها، وأتمنى أن تفسح صدرك لها، وهي: ما العلم الذي تضعه خلفك؟ عفوا يا دكتور، العلم اللي وراءك ده بتاع ايه؟ علم الإقليم كردستان. حضرتك ده اقليم مستقل، دولة مستقلة يعني عشان يبقى لها علم؟ تقريبا شوية مستقل. لا، دولة مستقلة، دولة؟ لا مش دولة، بس احنا دايما بنحط العلم لايه؟ لو سمحت، احنا بنحط العلم لايه؟ لدولة. انت بتحمل الجنسية مين؟ جنسية ايه؟ حتى الآن جنسية العراقية. ايه يعني ايه حتى الآن؟ لو سمحت مفيش حد يتكلم، لو سمحت. هذه مناقشة علمية، انا بتكلم مع الباحث وهذا حق. حضرتك دلوقتي بتقول حتى الآن، يعني ايه حتى الآن؟ دكتور بصراحة إقليم الكردستان في العراق يعني تقريبا إقليم شبه مستقل بالنسبة شبه مستقل تقريبا. أيوة. لكن احنا نقدر نقول ايه؟ يعني مثلا يكون يعني وفقا لصيغة معينة، ولكن في الآخر هو بينضوي تحت السيادة. لا دلوقتي مع العراق. مش مع العراق ولا بس العراق، ده جزء من العراق. هذا الإقليم جزء من العراق ولا مش جزء من العراق؟ صحيح. ها؟ صحيح. وبالتالي لماذا ترفع هذا العلم ولا ترفع علم العراق؟ لو سمحت، هذا علم يرفع الآن من خلفية الباحث. لو سمحت. حد يشيله يا جماعة. ما قد من شيء لا ما قد من هذا الشيء لا لكن شيء غلط ما بس مش تكبع سايبه. إذا كانت لكم قضية فقضيتكم ليست في القاهرة وليست في المنصورة وليست في مصر. نحن لا نشجع انفصال أي جزء من أي وطن عن الوطن الأم. هذه هي السياسة المصرية. قد وقفنا مع الإخوة السودانيين حتى لا ينفصل جنوب السودان، وقفنا مع دول أخرى حتى لا ينفصل جزء من الدولة إلى دولة أخرى، وقفنا مع اليمن حتى لا ينفصل اليمن إلى يمنين، وقفنا مع الوحدة الوطنية بتوحد اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. نحن نشجع على توحد الشعوب وانضوائها تحت لواء واحد، ولكن لا نحبذ أن ترفع أعلام متعددة وينقسم ويتشظى الوطن إلى أجزاء منفصلة يرفع كل واحد منها علنا مميزا له، وبالتالي نتفرق فصائل وشيعا كما قال الإسلام يذيق بعضنا بأس بعض. هذا لا يكون ولا يصح ولا ينبغي أن يكون تحت هذه السماء التي نستظل بها في مصرنا العزيزة وفوق تراب هذا الوطن مصر. نحن لا نشجع أي انتصار لأي جهة ما. لديكم قضية